روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي. يقول وهب رحمه الله: خف الله على قدر قدرته عليك، خف من الله جل وعلا، خف من الله جل وعلا فإنه يراك. هذا الإمام الزاهد، الإمام العابد، زين العابدين ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وجده وعليهم السلام جميعا، كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقولون له: لما يصفر لونك عند الوضوء؟ بعض الناس إذا كبر للصلاة، إخواني واسمعوني، لا يدري عن الصلاة شيء. هذا الإمام كان إذا توضأ اصفر لونه، وأما نحن فحالنا يشكى إلى الله، نتوضأ ونقرأ القرآن ونصلي بين يدي الله ونتوجه إلى الله، إلا أننا لا نعظم من نعبده جل وعلا. بني الشاب، القضية قضية تعظيم، القضية ليست قضية أن تصلي وانتهى الأمر. لا يا محب، احذر، فالموقف عظيم والأمر شديد. احذر، فالأمر عظيم والخطب شديد. قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي الله جل وعلا، أقف بين يدي الله جل وعلا. أين الذين يكبرون للصلاة وقلوبهم مع الشهوات؟ أين الذين يكبرون للصلاة وقلوبهم مع المعاصي والشهوات؟ كم تمر علينا اللحظات ونحن نصلي، ولكن يا للأسف قلوبنا مع فلان ومع فلانة، مع المعاصي ومع الشهوات. نفكر ونحن نصلي كيف نعصي الله. ألم وأي ألم أن تضيع عظمة الله من قلوبنا فلا نعبده حق عبادته.